يا صباح الفل والجمال على حبايبي ومتابعيني، ازيكم عاملين ايه؟ صباح الخير عليكم لو بتتفرجوا عليا بالليل، ولو مساء الخير لو بتشوفوا الفيديو بالليل. بصوا بقى، ده مشوار جميل جدا انا رايحاه، فحبيت ان انا اشارككم معايا فرحتي. انا هنا في طريقي. صحيت الاول، هقول لكم الاول اللي حصل. انا كنت نايمه، جالي تليفون الساعه 9:30 صباحا. قال لي السلام عليكم مدام اسماء، قلت له ايوه. قال لي حضرتك جاي لك جواب من جوجل ادسنس. بصراحه انا اتفاجئت، ما كنتش متوقعه ان هو هيجي، لان انا طلبته مرتين. الادسنس طلبته مرتين وما جاليش، 3 مرات وما جاليش. وبعدين اتفاجئت ان هو جالي عن طريق البريد. طبعا انتوا عارفين عشان الكورونا والمرض وكده فالدنيا متعطله، بس الحمد لله يشاء القدر وربنا يشاء ان هو يجيلي. ودي حاجه كويسه جدا جدا وبتبقى ذكرى حلوه. والفيديو ده ان شاء الله انا عملته كمان عشان يبقى ذكرى حلوه ليا باذن الله، علشان لما قناتي تكبر وتبقى باذنك يا رب مليونيه، نبقى نشوف واحنا لسه فرحانين بالجواب بتاع البيبي فود اللي لسه جاي. ده الطريق وانا رايحه. عايزه اقول لكم البوسطه، ده الرقم البريدي اللي انا كنت حاطاه بتاع البوسطه الكبيره. انا ساكنه في المركز، يعني مش ساكنه في قريه ولا حاجه، بس البوسطه كانت في منطقه تانية اللي انا حاطه الرقم البريدي بتاعها، اللي هي البوسطه الام. وبعدين جالي تبع بوسطه ما كنتش اتوقع يعني انها تجيلي خالص، بوسطه كده في حته كده في عماير يعني. فبصراحه اتفاجئت يعني، بس كده. فانا الادسنس اللي هو الجواب بتاع الادسنس ده او البين كود، ده بيبقى عبارة عن رقم بيجيلي، هو ده اللي انا بدخله في حسابي، علشان كده ابقى انا يوتيوبر مختوم بيها من اليوتيوب يعني. فالحمد لله، اللهم لك الحمد يعني. رحت البوسطه هنا اهو، وانا هنا صورت لكم وانا في البريد وانا بستلمه. جالي باسمي طبعا الحمد لله، مكتوب عليه الاسم وكل حاجه. بس كده خدته. فبوريكم يعني ايه، بخبي كل البيانات. وجالي الحمد لله اهو. بصوا بقى، ده مكتب البريد هنا وانا موجوده يعني. ورجعنا البيت يا حبايب قلبي، وزي ما انتم شايفين هي دي المفاجأة اللي انا قلت لكم عليها، اللي اليوتيوب بعتها لي. بشكره جدا جدا، استنيته بقاله كتير، ما رضيتش افتحه غير معاكم علشان نشوف فيه ايه مع بعض. هو ده ظرف البين كود اللي بيتأخر. يعني هو ده اللي بيفعل القناة بتاعتك. بصوا انا فتحت حتة قد ايه بس، الفضول بس بصراحة، وانا بفتح قلت لا افتحه معاكم. ده القناة الأول هتكلم عليها. ان اليوتيوب يا حبايبي مش سهل جدا ان كنتوا تفتحوا قناة وتبدأوا تاخدوا من عليها أرباح. اليوتيوب ليه شروط. الناس اللي كانت بتسأل شروط اليوتيوب ايه؟ شروط اليوتيوب بيبقى 1000 مشترك و4000 ساعة، 4000 ساعة مشاهدة. عايزة اقول لكم ده شرط مش سهل، دي شروط مش سهلة. ال1000 مشترك ممكن تبقى تجمعيه، ال4000 ساعة مشاهدة مش سهلة. عايزة تشتغلي كويس على قناتك او على قناتك علشان القناة تكبر وتكمل الشرط اللي هو التاني ده. ال4000 ساعة يا حبايبي بيجوا من الحفلات، بيجوا على حسب فيديو عندك عدى ضرب معاكي. فمش سهل الشرط ده. مطلوب منك انك انتي تشتغلي كويس جدا، تنزلي فيديو او 2 في اليوم علشان تفرحي الفرحة بتاعت الظرف الحلو اللي انتوا شايفينه ده. الظرف ده طبعا بعد ما كملنا ال4000 ساعة وعملنا ال1000 مشترك، بنيجي بقى هنا لتفعيل قناتك. بتقدمي القناة للمراجعة، وبعدين القناة بتروح للمراجعة لليوتيوب. بتبقى من خلال 24 ساعة ل 48 ساعة، واحيانا بتقعد 4 ايام على حسب القناة. طبعا علشان ظروف الكورونا والمرض يعني المنتشر، ممكن تتأخر معاكي شوية. انا الحمد لله القناة بتاعتي راحت للمراجعة ورجعت في ظرف بالظبط يوم بالظبط، وقناتي الحمد لله كانت رجعت لي، وبفضل الله القناة اتقبلت في المراجعة واتفعلت ونزل عليها الاعلانات اللي هي بتبدأ من هنا، تبدأ الارباح. القناة يا حبايب قلبي ما بتبدأش في الأرباح غير لما بتخلصي الشرطين وقناتك تتقدم في المراجعة وتتقبل في المراجعة. إذا أنت بدأتي تبقي حاصلة على لقب يوتيوبر
او انك انت تشتغلي في اليوتيوب وقناتك عليها اعلانات. الاعلانات دي هي دي اللي بتبقى الربح. يعني مشاهدة الاعلان بيبقى عليها الربح. تبدأي تجمعي على 10 دولار، ده اول شرط. هو مش شرط، هو بيبقى موجود في حسابك، موجود ال10 دولار دول بيبقى موجود في حسابك في الادسنس. طبعا بتعملي الادسنس اللي هو بتبدأي انك انتي ليكي 3 فرص، 3 مرات تبعتي للادسنس. انا بعت مرة واتنين، والمرة التالتة الجواب جالي زي ما انتوا شايفين كده الحمد لله. في ناس كتير مش بيجيلها، ما تقلقش خالص، بيبدأ يقولك انتي خلاص عديتي ال3 فرص اللي ليكي بتاع الادسنس بتاعك. فاحنا بنبدأ نطلب منك ان حضرتك بتدخلي رقم البطاقة وبتصوريها، بتدخلي بتمشي ورا البيانات اللي بيبعتها لك الجوجل ادسنس علشان تدخلي برقم البطاقة بتاعتك، ويبدأ انك انتي يبقى ليكي ارباح في اليوتيوب. الحمد لله انا خلصت كمان ال10 دولار اللي هم الشرط اللي هو اللي بيسموه الشرط الثالث. ما بنبدأش الناس اللي بتقول قبضتي كام يا قسوم، والناس اللي فاكرة ان انا قبضت، لا يا جماعة والله انا ما قبضتش لسه اي مبلغ من اليوتيوب. لو قبضت هطلع وهقول لكم انا قبضت وباركولي وفرحولي، لان انا لما عملت القناه عملتها بيكو انتوا، ولو كبرت هكبر بيكو انتوا. الحمد لله عدد المشتركين زاد. بس لسه مفروض ان احنا بيبقى فيه شرط كده علشان تقبضي او يجيلك الدفعات بتاعتك، يكون انت عامله 100 دولار. يعني لو عملتي 99 دولار او 90 دولار والشهر عدى عليكي مثلا، ما بتقبضيش غير بيرحلك ال99 دولار على ايه ارباحك بتاع الشهر اللي بعده. يعني بمعنى انك انت مش هتقبضي ولا جنيه من اليوتيوب الا لما تعملي ال100 دولار. ال100 دولار دول بيبقوا في الحساب. طيب علشان ال100 دولار دول تعرفي تروحي تقبضيهم لما تكمليهم، وعايزه اقولك برضو دي كلها شروط مش سهله. نسال الله يعني ان ربنا يقف معانا ونخلص الشروط علشان لما اقبض اقول للناس انا قبضت ايه وقبضت كام، وان شاء الله هتشاركوني كل لحظه معايا. علشان نقبض لازم الجوجل ادسنس بيبعتلك بين كود. البين كود ده بدخله على الادسنس بتاع القناه بتاعتي، رقم التعريف بتاعه بيقول لي ادخلي رقم التعريف. رقم التعريف هو موجود هنا. طبعا الطرد ده بيبقى جاي من امريكا اللي هو الادسن اليوتيوب، وبيبقى جاي عايزه اوريكم بس الاسم اهو، جاي باسمي اهو، جاي باسمي ادسنس اهو. معلش انا بس بغطي البيانات علشان ما ينفعش بيانات دي شخصيه، ما ينفعش حد يشوفها علشان غلط على القناه يعني. بس كده. فبيتفتح ازاي؟ بفتحه كده، هو بيبصوا ليه مكان اهو افتح منه، بمشي كده ونقول بسم الله اهو، ونشوف الرقم ده بقى انا بدخله. بسم الله هفتحه اهو، بدخل الرقم ده في الحساب بتاع الادسنس بتاعي على الموبايل الكمبيوتر، جهاز الكمبيوتر. وبس كده بيبدأ بقى يقول لي انتي يوم لما ان شاء الله نكمل ال100 دولار مع بعض بيجي لي بقى دفعاتك اهو. بسم الله. والله انا حبيت ان انا اشوفه معاكم. يعني ناس كتير بيشتكوا انه مش بيجي لهم الجواب بتاع الادسنس ده، فما فيش مشكله خالص لو ما جالكيش الجواب ده بسبب الظروف يعني. انا الاول هداري بس الرقم بتاعي بتاع التعريف علشان ما ينفعش حد يشوفه زي ما قلت لكم. زي ما انتوا شايفين كده انا كده غطيت الجزء اللي موجود عليه الرقم الخاص بتاعي. جاي لي بيقول لي رقم التعريف الشخصي البين اللي هو البين كود يعني حسابك في ادسنس. مرحبا بك في جوجل ادسنس، ويرجى اتباع الخطوات. الخطوه الاولى بتسجل الدخول حسابك في ادسنس على الرابط باستخدام عنوان البريد الالكتروني وكلمه المرور الذين استخدمتهم اثناء عمليه تقديم طلب الاشتراك. يعني بمعنى ايه؟ معنى ان احنا بندخل الباسورد اللي انت عاملاه للادسنس بتاعك، وبندخلي الايميل علشان تبداي تعملي عمليه تسجيل الرقم التعريف. تاني حاجه انقل على رمز الترس
وفي شريط التنقل الايمن انقر على معلومات الحساب، وادخل رقم تعريفك الشخصي كما يظهر على اليسار اللي انا مخبياه ده، ثم انقر على ارسال رقم التعريف الشخصي. وبكده مع جزيل الشكر لفريق جوجل ادسنس. عايزه اقول لكم هو ده بس، الورقه دي ما فيهاش اكتر من كده. عايزه اقول لكم الورقه دي تفرح جدا كده. الحمد لله اليوتيوب يعني يعني ايه زي ما تقولوا اهتم بيا وبعت لي الحمد لله، اللهم لك الحمد. عقبال الخطوه الاخيره ان شاء الله بفضل دعواتكم. الناس اللي انا طالعه عامله الفيديو ده علشان الناس اللي فاكره ان انا بقبض، والله يا جماعه والله انا لسه ما قبضت ولا جنيه من اليوتيوب، والحمد لله انا مش حاطه في دماغي موضوع القبض خالص، سايباها على الله. الحمد لله انا لما فتحت القناه ما كنتش مستنيه منها ارباح خالص، بس محدش بيقول لا للرزق، بس يعني انا مش قاعده ومستنيه الفلوس بتاعه اليوتيوب. الحمد لله انا زوجي عنده شغله، والحمد لله انا عندي بيتي وعندي شقتي الحمد لله، وزي ما انتم شايفين مطبخي. يعني الحياه مش واقفه على اليوتيوب، بس في نفس الوقت بيبقى حاجه حلوه قوي لما تشتغلي وتتعبي بالسنه والاتنين وتلاقي نجاحك قدامك ليكي بيقولك شكرا على مجهودك اللي انت عملتيه. ده كان الفيديو بتاعي النهارده للناس اللي كانت عايزه تعرف الجوجل ادسنس ايه هو وازاي بيتفعل وازاي بيجي. ولو ما جالكيش 3 مرات بتطلبيه، ليكي الحق 3 مرات بتطلبيه، ولو ما جالكيش بتدخلي رقم البطاقه بتاعتك وبتمشي ورا التعليمات، هتلاقيه بيقولك صوري البطاقه وبتاخديها صوره من كل ده من على الموبايل، هتمشي ورا التعليمات. ان شاء الله ربنا يفرح كل قناه لسه صغيره مبتدئه، وكل قناه مستنيه الظرف الحلو ده. وان شاء الله دعواتكم بفضل دعواتكم ليا نكبر باذن الله. ده كان فيديو النهارده بسيط وسهل كده، ما طلعنا منه من المطبخ، بس كان لازم اشارككم معايا اي فرحه بتحصل لي، لان القناه دي انتوا السبب فيها. بحبكم جدا، واللي لسه ما اشتركش عندي في القناه فضلا ينزل يشترك ويعمل سبسكرايب للقناه ويضغط على الجرس ويعملوا الكل علشان كل الفيديوهات اللي بعملها توصل ليكم. بحبكم جدا يا احلى متابعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.